السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نتحرك بين العناصر في الصفحة بالجافا سكريبت. تعالوا بقى دلوقتي هقول لكم ازاي من العنصر اللي واخد ID second ده نقدر نوصل للليفل اب بتاعه، وبعدين نقدر نوصل للفقرة اللي قبله والفقرة اللي بعده، يعني ازاي نوصل للفيرست والثيرد من السكند. دلوقتي بقى عملنا متغير اسمه element، وده واخد العنصر اللي ID بتاعه second من الصفحة باستخدام جافا سكريبت. يعني ببساطة احنا دلوقتي مسكنا الفقرة التانية وجاهزين نشتغل عليها. دلوقتي بقى لو كتبنا console.log element هيطبع لنا الفقرة اللي واخدة ID second، يعني هتشوف كلمة second مكتوبة جواها. عايزين بقى نجيب العنصر اللي قبله، يعني الفقرة الأولى اللي جوا الديف، نقدر نستخدم previous element sibling. ده بقى بيرجع لنا العنصر اللي قبل العنصر اللي احنا مسكناه مباشرة. طيب يعني بقى previous element sibling معناه حرفيا الأخ أو الأخت السابق من نفس النوع. previous دي يعني السابق، element عنصر من HTML زي div أو باراجراف. أما بقى sibling أخ أو أخت يعني عنصر على نفس المستوى جوه نفس الأب. يعني ببساطة العنصر اللي واقف جنبه في نفس الديف واللي جاية قبله مباشرة هيتبع لنا بقى الباراجراف اللي جواه كلمة first، لأن ده العنصر اللي واقف قبله مباشرة جوه نفس الديف. لو بقى استخدمنا next على العنصر اللي واخد ID second هيتبع لنا الباراجراف اللي جواه كلمة third، لأن الفقرة اللي بعده جوه نفس الديف. تعالوا كده نعمل حاجة element.next element sibling، ده هيرجع لنا العنصر اللي بعد العنصر اللي واخد ID second، يعني الباراجراف اللي جواه كلمة third. inner HTML بتساوي text هيغير الكلام اللي جوه الفقرة دي، فهيبدل الكلمة third وهيتحول لكلمة text. لو شلنا بقى inner HTML واستخدمنا حاجة زي remove، دي دالة معناها تمسح العنصر من الصفحة، وبعد ما نمسحه لو حاولنا نرجع له قيمة هتلاقيه رجع null، يعني مفيش عنصر اصلا. دلوقتي بقى عندنا كمان حاجة اسمها previous sibling. الفرق بينها وبين ال previous element sibling ان ال previous element sibling بترجع بس العناصر من نوع element زي الديف وباراجراف وكده، اما ال previous sibling فهي اوسع شوية وبتراجع اي حاجة قبل العنصر، مش بس ال element، حتى لو كانت text node زي المسافات او الاسطر الفاضية بين العناصر. يعني لو استخدمناها على العنصر اللي واخد ID second previous element sibling هترجع لنا الباراجراف اللي جواه first. البريفيوس سيبلين هترجع لنا هاش تكست لو في مسافة او سطر فاضي قبل الفقرة الاولى. دلوقتي بقى لو ضفنا قبل العنصر اللي واخد ID second كلمة هالو وفوق كومنت، بعدين استخدمنا بريفيوس سيبلين هترجع لنا الحاجة اللي قبل العنصر مباشرة، يعني هترجع هالو كاسترن لانها تكست نود مش عنصر HTML. ده الفرق الكبير بين البريفيوس سيبلين اللي بيراجع اي حاجة قبل العنصر والبريفيوس element سيبلين اللي بيراجع العناصر بس. لو كتبنا بقى كلمة هالو بعد العنصر اللي جوا كلمة third وبعدين استخدمنا next سيبلين على العنصر third هترجع لنا هالو كتكست نود لانها النص اللي بعد العنصر مباشرة. لو عاوزين بقى نوصل للعنصر الاب هنستخدم parent element. لو كتبنا في الكونسول element.parent element هيطبع لنا الديف كله بكل اللي جواه من عناصر. لو كتبنا بقى element.parent element.remove كده بقى هيمسح الديف الاب بكل اللي جواه من الصفحة، حتى لو شايفين مسح الفيرست والسكند والثيرد، مسح كل حاجة من الصفحة. وكده بقى احنا خدنا فكرة عن ازاي نوصل للعناصر اللي قبل وبعد العنصر اللي احنا ماسكينه، وكمان ازاي نوصل للعنصر الاب، وشوفنا فرق ما بين السيبلينج المختلفة. اتمنى تكونوا استفدتم كتير، واشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله. سلام.